السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة جميلة من أشهر الأكلات المصرية المميزة، الحواوشي المصري. طعمه تحفة ومش بياخد أي وقت في التحضير. هنعمله النهارده بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك ازاي تظبطي الطعم ويطلع معاكي تحفة. مفيش حد هيدوقه من ايدك غير وهيقولك بجد رهيب. وهقولك ازاي يطلع معاكي مقرمش وسر التسوية المظبوطة. بس أتمنى لو أول مرة تشوفيني إن انتي تشتركي معايا بالقناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدأ بسم الله. جبت نص كيلو من اللحمة المفرومة، واللحمة لازم يكون فيها نسبة من الدهون مفرومة معاها، ما تبقاش لحمة حمرا خالص. وعندي هنا بقدونس مفروم، فلفل أحمر متقطع، وعندي هنا فلفل رومي وفلفل الحامي اللي هو الفلفل الشطة. وعندي طبعا الزيت والزبدة، ممكن تستبدلي الزبدة بدلها سمنة. 2 بصلة وسط مفرومين فرم ناعم. وهنا عندي دي جوزة الطيب، باخد منها ربع معلقة. وعندي هنا فلفل اسود، وطبعا الملح. واهم نقطة عندي ده عصير ليمونة. عصير الليمونة بيفرق جدا في الطعم. جبت عندي هنا البصل، 2 بصلة وسط مفرومين فرم ناعم. وهضيف عليهم عصير الليمون. عصير الليمون بيدي طعم رهيب للحواوشي، هيديله مزازة بسيطة وبيخلي طعمه تحفة. وبعدين هبتدي أضيف عندي التوابل. الحواوشي ما بيحتاجش توابل كتير. نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، ورشة من جوز الطيب، ودي اختياري، حابة تضيفيها تمام، مش حابة أوكي، بس هي بتدي طعم جميل. وبعدين هبتدي أحط عندي الخضار اللي أنا مقطعاه تقطيع ناعم، وأقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. أنا عايزة البصلة تتشرب من عصير الليمون والتوابل والخضار، تتجانس كلها مع بعض. وبعدين هبتدي عندي أضيف اللحمة. وأهم نقطة هنا إن انتي تعجنيها بإيدك كويس جدا، تعجني فيها كويس لحد لما اللحمة تتجانس مع البصل مع الخضار مع التوابل، وتتشرب كلها من طعم التوابل والخضار الموجود. وبعدين هجيب عندي بقى العيش. أهم نقطة في العيش، احنا هنستخدم هنا العيش البلدي الأسمر اللي هو بالردة. بلاش العيش الأبيض، احنا عايزين العيش الأسمر لأن هو بيبقى سمكه أتخن شوية، ويستحمل إن هو يتحط فيه الحواوشي ويدخل الفرن ويستوي ويطلع طعمه رهيب. ببتدي اخد قطعة من اللحمة. ويفضل ان انتي لما تحطي اللحمة، يفضل ان هي ما تبقاش سميكة قوي، ما تستويش معاكي، ولا رفيعة، يعني خلي يبقى سمكها وسط. وافردها كويس جدا في الرغيف. وهنا هجيب عندي صينية انا حطيت فيها ورقة زبدة، لو ما عندكيش ورق زبدة مفيش مشكلة، ممكن تحطيه على طول. وهبتدي اضغط عليه، لازم تضغطي عليه علشان تخليه كله بسوى واحد. وهبتدي عندي ان انا اكرر العملية. اهم نقطة، بلاش العيش الابيض. العيش الابيض بيبقى رفيع قوي وبيتهري منك وبيطلع مش مقرمش وما بقاش جميل. العيش الاسمر بيبقى تحفة في الحواوشي. هبتدي عندي ان انا اكرر العملية. بجيب عندي بس مسحة من الزبدة، لازم امسح الرغيف من جوه من الزبدة. وابتدي احط عندي الحواوشي، اخد مسحة كده من الزبدة جوه الرغيف. وما تقلقيش، دي مش هتخلي الحواوشي معاكي يتهري ولا حاجة، بالعكس هيطلع مقرمش ويبقى طعمه تحفة. وابتدي اخد عندي كمية الحواوشي، واظبط السمك بتاعها، يبقى السمك بتاعها متوسط، وافردها كويس جدا في الرغيف. ولازم طبعا تضغطي عليه بايدك عشان تطمني ان هو اتفرد كله بسوى واحد جوه الرغيف. وهنعمل ونكرر العملية بنفس الشكل. طبعا الحواوشي من الاكلات الجميلة، مش بتاخد معاكي اي وقت، بالظبط نص ساعة تكوني مجهزاه. وفي نفس الوقت مغذي وطعمه جميل. يعني دي اللحمة وضفنا عليها الخضار وبتتحط في الفرن، بيطلع طعمها في منتهى الجمال. كمان فكرة ان انتي تعمليها جوه البيت دي اهم نقطة. هيتعمل بنظافة وهيبقى مضمون، وانتي عارفة نوع اللحمة اللي انتي بتستخدميها، وهيبقى طعمه في منتهى الجمال، وافضل من بره ومن المحلات مليون مرة. مش بياخد وقت وطعمه بيبقى رهيب. هنا خلاص انا عندي خلصت الكمية كلها. طيب احنا عشان نطلع الرغيف معانا مقرمش هنعمل ايه؟ اول حاجة عندي بعد ما خلصت خلاص وفردت الحواوشي كله، بجيب الرغيف، وزي ما انتي شايفة كده باجي على القعر بتاعه من اسفل كده، وبعمل مسحة بسيطة بس بالفرشة بالزيت، مسحة بسيطة. ما تقلقيش، الزيت هيخليه متحمر وهيبقى طعمه تحفة. وبعدين اجيب عندي الزبدة او السمنة، وادي برضو مسحة بسيطة بالفرشة على الوش بتاع الحواوشي. دي هتخليه برضو يتحمر من فوق،
وهيبقى مقرمش وهيبقى طعمه في منتهى الجمال. مش هيتهري معاكي ولا حاجة، ما تقلقيش، بل بالعكس هيطلع معاكي مقرمش وطعمه جميل جدا. أكون طبعا عندي مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هحطه من الأسفل الأول لحد لما يتحمر كويس قوي من تحت، وبعدين بطلعه على الشواية لحد لما ياخد لون من فوق ويتحمر معاكي. مش هياخد معاكي بالظبط ربع ساعة، وبيطلع معاكي تحفة ما شاء الله. مش عايزة أقولك الريحة كانت تحفة إزاي، بجد كان رهيب. بصي التحمير بتاعه من فوق ومن تحت كويس جدا، اسمعي صوت القرمشة، رهيب. ما خدش معانا أي وقت. بصي وأنا بقطعه مقرمش من فوق كويس جدا ومن تحت مش مهري ولا أي حاجة. هوريكي كمان في قطعة تانية عندي، سمع الصوت، كان تحفة ما شاء الله. أكلة جميلة الكبار والصغيرين بيحبوها. وبصي كمان التسوية بتاعته مظبوطة، بجد كان طعمه تحفة. مفيش حد هيدوقه منك غير وهيسألك بجد عملتيه ازاي. طعمه بجد في منتهى الجمال، وهيعجب أي حد هيدوقه. وده الزيتون التفاحي اللي احنا خليناه مع بعض، فتحنا عليه بعد 25 يوم. بصي ما شاء الله الزيتونة طالعة جامدة مش مهرية، لونها فاتح وجميل، مفيش أي سمار، وكان طعمه في منتهى الجمال، بجد يفتح النفس على الأكل. والتتبيلة كمان اللي اتعمل بيها، اللي هي كانت عبارة عن كرفس وجزر وفلفل حامي، كانت رهيبة. عملناه مع بعض والطريقة موجودة كاملة على القناة، تقدري تشوفيها. تجيبي بقى الحواوشي بتاعك ومشروبك اللي انت بتحبيه والمخلل بتاعك، وتقعدي بقى بمزاج كده تاكلي أحلى حواوشي. بجد الطريقة ما شاء الله مظبوطة ومضمونة جدا. وزي ما قلت لك كفاية ان انت هتعمليه جوه البيت بنظافة، وهتبقي عارفة نوع اللحمة اللي انت بتستخدميها. نفسي بجد البنات المقبلة على الزواج أو البنات الصغيرة اللي لسه بتبتدي تدخل المطبخ تحب إن هي تعمل الأكل بإيديها وتتعلم. الموضوع سهل مش صعب والله ولا حاجة. وفكرة إن انت كمان تعملي الحاجة بحب لأهل بيتك دي بتبقى في منتهى الجمال. وكمان كفاية إن انت تقدري تعملي الحاجة بنظافة، وكمان هتوفري إن انت هتعملي الحاجة بنظافة جوه البيت، وهتوفري كمان من التكلفة، لأن طبعا الحاجة بتبقى أسعارها غالية قوي بره وما بتبقاش بنفس جودة الحاجة المعمولة في البيت. خلصنا النهاردة وصفتنا، ما خدتش معانا أي وقت، مش هياخد معاكي نص ساعة بالظبط تكوني مخلصاها. وكلامي كمان للأمهات اللي بتشتغل، طريقته سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي أي وقت، وهيبقى مغذي وطعمه تحفة. بصي ما شاء الله كان شكله جميل ازاي، والزيتون كان رهيب بجد، التتبيلة بتاعته وطعمه، وكان مقرمش وكان تحفة. أتمنى يا رب إن الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هستنى تعليقاتكم لما تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. وما تنسوش اللايك والشير. شكرا لكم.